قبل ما نبدأ نصلي على النبي، ولو عجبك الملخص يا ريت تسيب لايك وتعليق حلو كده زيك، وشكرا على المشاهدة. بيبدأ الفيلم مع نانسي، بتكون رايحة شاطئ جميل جدا في المكسيك، وبتكون راكبة مع السواق علشان يوصلها الشط، وبتعرفه على عيلتها، وبتقول له ان ماما قبل ما تموت كانت بتيجي الشط ده، فبيقول لها الشط ده مش كتير بيعرفوه بس جميل جدا وفيه مناظر تحفه، ويوصلها الشط وبيطلع فلوس علشان تديها له، لكنه مش بيرضى ياخد فلوس منه، وبتشكره وبيسيبها وبيمشي، وبتاخد اللوح بتاعها وبتجهزه علشان تنزل بيه الميه، وبتبدأ في السباحه على الامواج، وبتكون سعيدة جدا لأن فعلا الشط تحفة. وهي جوه الشط بتقابل شابين من أسبانيا وبتتعرف عليهم، فبيقولوا لها عرفت الشط ده ازاي؟ فبتقول لهم في حد قال لي عليه، فبيعرفوها على الحاجات الخطيرة اللي بتحصل في الشط، وهي إن الصخور اللي في المية بتختفي لما المد بيرتفع، وفي شعاب مرجانية بتتحول زي الأناديل وبتكهرب، فبتشكرهم علشان عرفوها على الحاجات دي، وبيعملوا حركات استعراضية على المية قدام نانسي، فبتطلع من المية علشان تستريح شوية، وبتطلع التليفون وبتبص على الصور اللي جواه، وبتشوف صورة مامتها وهي شايلاه، وبتكلم اختها علشان تطمن عليه، وبتوريها الشط اللي كانت مامتها بتروح عنده، وبتشوف اختها وبتلاقيه شط تحفة، بتقول لها انا زعلانة منك علشان ما خدتنيش معاك، فبتقفل مع اختها وبتكلم باباه علشان تطمن عليه، فبيقول لها عملت اللي في دماغك ورحت لوحدك، فبتقول له نانسي انا كويسة وما تخافش عليا، فبيقول لها خلي بالك على نفسك وطمنيني عليك، وبتقفل السكة وبترجع تنزل الشط تاني، تاخد اللوح بتاعها وبتنزل بالمية، وهي جوه بتقابل الشابين وبيكونوا خلصوا وطالعين، فبيقولوا لها كفاية كده النهارده، بس نانسي بتكون مش عايزة تطلع من المية، فبتشوف منظر جميل جدا والدلافين بتنط قدام، بتكون فرحانة جدا بيهم، وفجأة بتشوف حوت ميت قدامها والطيور حواليه، فبتحس نانسي بالرعب والخوف من المكان ده، فبتحاول تبعد عن الحوت علشان دمه مالي المكان، وتقوم على اللوح بتاعها علشان ترجع للشط بأقصى سرعة، فجأة بتظهر سمكة القرش وبتزقها، وبتقع وقعة صعبة جدا، وبتتصدم في الشعب المرجانية اللي تحت المية، فبتحاول تقاوم وبتطلع، بتقوم علشان توصل للوح بتاعها، بس بتكون خايفة جدا، وأول ما بتوصل بتشدها سمكة القرش وبتاخدها تحت المية، وتصيبها إصابة خطيرة في رجليها، بس بتهرب منها في آخر لحظة، وما بيكونش قدامها غير الحوت الميت، تطلع تقعد فوق علشان سمكة القرش تبعد عنه، تصرخ جامد بسبب الإصابة اللي عندها، وتبص على الشط على أمل إن حد يجي ينقذها، فبتلاقي الاتنين اللي كانوا معاها في المية راكبين العربية وماشيين، فبتنادي عليهم نانسي بعلو صوتها، بس للأسف محدش سمعها ولا خد باله منها علشان هي بعيدة جدا عن الشط، بيمشوا بالعربية وبيبعدوا عن الشط، تفقد نانسي الأمل في إنقاذها، وتتفاجئ إن المية بتزق الحوت لجوه البحر، وتبص وبتلاقي نفسها بعدت جدا عن الشط، فبتبص بتلاقي عوامة إنقاذ متثبتة في المية، بتشوف الصخرة وبتلاقيها أقرب منها، فبتهجم سمكة القرش على الحوت، بتنط نانسي من عليها وبتوصل للصخرة في آخر لحظة، تصرخ جامد من الجرح اللي في رجليها، بتلاقي طائر نورس جناحه مكسور واقف معاها على الصخرة، هما الاتنين محاصرين من سمكة القرش، وبتقلع السلسلة بتاعتها وبتغسلها في المية علشان تستخدم الحلقات بتاعتها في تخيط الجرح وتوقف النزيف، بتحس بألم شديد جدا بس بتستحمل، تقلع البدلة بتاعت السباحة وبتربط بيها الجرح، وبتفكر هتعمل ايه في اللي جاي، بس بتكون تعبانة جدا وبتنام، وبيدخل الليل عليها وهي لسه على الصخرة، بتحس بالبرد الشديد، وبتقطع دراع البدلة عشان تربط بيها الجرح، تلبس البدلة على جسمها علشان تحميها من البرد، وبترجع تنام تاني علشان هي تعبانة جدا، وبتصحى من النوم وبتكون جعانة، فبتلاقي كائن بحري ماشي على الصخرة، بتضربه بإيديها وبتموته، فبتحاول تاكله من شدة الجوع، بس طعمه بيكون وحش جدا ومش بتقدر تاكله، ترميه من بقها وبياكله طائر النورس وبيقول لها شكرا، فبتبص بتلاقي لوح بعيد في المية، فبتحاول ان هي تروح تجيبه، وبتنزل المية بس رجليها بتجيب دم، فبتشم سمكة القرش الدم فبتجري عليه، فبتترعب نانسي وبتحاول بكل قوتها ان هي ترجع للصخرة تاني، بتنهار جدا وبتفقد الامل في رجوعها للشط، فبتبص على الشط على امل ان حد يشوفها ويجي ينقذها، فبتلاقي واحد نايم على الشط وبيرجع لها الامل تاني وبتفضل تنادي عليه، بس بيكون مش في وعيه ومش فاهم اي حاجه، وبيكون فاكر ان هي بتشاور له فبيعمل زيها، وبتقعد تفهمه على امل ان هو ينقذها، وبتشاور له على الشنطه والحاجات بتاعتها، فبيعرف مكان الشنطه وبيروح لها، وبترجع تشاور له عشان يطلع التليفون من شنطتها ويطلب لها المساعده، وبيفتح الشنطه وبيطلع التليفون وبيلاقي فلوس وبياخدها، بياخد بعضه وبيمشي، وبترجع نانسي تنادي عليه على امل ان هو يجي ينقذها، بس مش بيهتم بكلامها خالص، وهو ماشي بيشوف اللوح بتاعها في الميه، فبيطمع فيه وبيحاول ينزل يجيبه، فبتشوفه نانسي وهو نازل الميه فبتحاول تمنعه، بس هو ما بيفكرش في حاجه غير ان هو ينزل يجيب اللوح، وبيوصل للوح وبيركب عليه وبيعوم بيه للشط، وهو طالع بتاكل سمكه القرش نصه التحتاني، واكيد مات طبعا يعني دي مش عايزه كلام، واخيرا النهار بيطلع بعد المعاناه الكبيره اللي شافتها نانسي، بيكون فاضل حاجات بسيطه على ارتفاع منسوب الميه على الصخور، فبيحاول طائر النورس انه يصحيها من النوم، وبيشوف عربيه جايه على الشط وبيعمل صوت علشان يصحيها، فبتصحى نانسي بعد التعب الشديد اللي شافته، وبتبص وبتلاقي اتنين نازلين الميه، فبتحاول تنادي عليهم وتحذرهم ان في قرش في المكان، بس بيكونوا فاكرين ان هي بتهزر معاهم، بترجع تنادي عليهم بس مش
مش بيهتموا بكلامها، وفجأة بيظهر القرش وبياكل واحد منهم، وبيترعب زميله من اللي شافه وبيحاول يعوم بأقصى سرعته علشان يوصل للصخرة اللي عليها نانسي، فبتبص عليه علشان ده أملها الوحيد في النجاة، وفجأة بيختفي من قدامها وبتكون فاكرة إن القرش خلص عليه. في آخر لحظة بيطلع من المية وبيمسك في الصخر، فبتحاول نانسي إن هي تنقذه وتطلعه من المية، بس القرش بيكون أسرع منها وبيشده وبياكله، والدم بتاعه بيملى المكان. بتكون نانسي منهارة جدا علشان معرفتش تنقذه. بيكون الوقت قرب جدا على ارتفاع منسوب المية، بتحاول تداري نفسها من الشمس بنص اللوح اللي معاها، وهي بتبص على المية بتلاقي الخوذة وكاميرا التصوير بتاعت الشخص اللي مات قريبة منها، فبتبص على الطائر النورس اللي معاها على الصخرة، بتمسكه وبتعمل له اسعافات وبترد له جناحه، وبتشوف سمكة القرش وهي محاوطة المكان، فبتنزل المية علشان تجيب الخوذة. فجأة بيهجم عليها القرش بس بتطلع في آخر لحظة، بتكون فرحانة جدا إن هي جابت الكاميرا وما حصلهاش حاجة، فبتفتح الكاميرا وبتلاقي فيديوهات للاتنين اللي ماتوا، وبتتفرج على الفيديوهات دي وبتشوف حاجة غريبة، بتشوف صورة لسمكة القرش بقها خطاف حديد، وبتفكر إن هي تروح عند العوامة قبل ما منسوب المية ما يعلى عليه، فبتحاول تشغل الكاميرا علشان تسجل فيديو عليه تحكي على اللي عملته فيها سمكة القرش، وإن هي أكلت 3 أشخاص وأنا مش عارفة هعيش ولا لا، وتوجه رسالة لأختها وباباها إن هي بتحبهم، وبتقول لهم على عنوان واللي يلاقيها يوديها البيت. ترمي الخوذة بالكاميرا ناحية الشط، وبتجهز طائر النورس وتحطه على نص اللوح اللي معاه وبتوجهه ناحية الشط لأنه بيكون جناحه مكسور ومش قادر يطير، وبكده تكون أنقذت الطائر وبعدته عن الخطر. وبدأ منسوب المية يعلى على الصخرة، وبيكون نانسي ما قدامهاش حل تاني غير إن هي تروح لعوامة الإنقاذ قبل المية ما تغرقها، فبتشوف نانسي الأناديل في المية، وبتعرف إن القرش بيخاف يجي ناحية الأناديل لأنها بتكهربه. بتقرر نانسي إن هي تعوم وسط الأناديل علشان توصل للعوامة بسلام، وهي في طريقها للعوامة الأناديل بتكهربها، وبتشوف أسياخ حديد تحت المية، بتحاول نانسي بكل قوتها إن هي تبعد عن الأناديل وتوصل للعوامة، وبتوصل في آخر لحظة قبل سمكة القرش ما تهجم عليها، بتلاقي حديدة وبتمسك فيها بس للأسف بتكون دايبة، بتنزل تحت المية بس بتطلع تاني بسرعة على العوامة. بتشوف نانسي سفينة معدية من بعيد، فبتحاول تدور على أي حاجة في العوام علشان يشوفوها ويجي ينقذوها، فبتلاقي شنطة إنقاذ وبتفتحها وبتلاقي المسدس فيها وبتاخده، وهي بتشغله والطلقات بتقع منها في المية، فبتجيب واحدة من الطلقات اللي وقعت منها وبتضربها بس من غير أي فايدة لأن السفينة بعدت عنها، وبتحاول نانسي تجيب باقي الطلقات اللي وقعت منها في المية، وبتكون منهارة جدا علشان السفينة ما شافتهاش. وبعد فترة بتوصل الخوذة على الشط، بيكون في ولد صغير بيلعب على الرمل، بيشوف الخوذة وبياخدها وبيفتح الكاميرا وبيلاقي عليها فيديو، بياخدها وبيجري يديها لباباه، فبتحاول سمكة القرش تهجم على نانسي علشان الدم اللي بينزل منها، بتضربها بالمسدس علشان تبعد عنه، بس سمكة القرش بتغضب أكتر وبتهجم عليها بشراسة، وبتهجم على العوامة بكل قوتها وبتعضها بسنانها وبتنزل العوامة في المية، ونانسي بتكون لسه جواها، وبتفضل سمكة القرش تهاجمها وبتفرتك الحديد بسنانها، وبتكون نانسي مرعوبة منها ومش عارفة تعمل معاها حاجة، فبتبص بتلاقي الأسياخ الحديد تحت العوامة، وفجأة بتتقطع السلسلة اللي متثبتة فيها، وبتنزل نانسي مع السلسلة تحت المية، وبتكون عارفة إن سمكة القرش نازلة وراها، وبتحاول سمكة القرش تهجم عليها بس أسياخ الحديد بتخش في جسمها وبتموتها، وهي دي كانت خطة نانسي في القضاء على سمكة القرش. وبيجيب الولد الصغير باباه بيعرفه المكان اللي لقى فيه الخوذ، بيبص بيلاقي نانسي عايمة على المية، بينزل يجيبها في آخر لحظة وبيطلعها على الشط، بيحاول يفوقها ويعمل لها إسعافات أولية، وفي آخر لحظة بتفوق، وبتبص بتلاقي طائر النورس على الشط اللي هي أنقذته، وهي دي النهاية. وبيخلص فيلمنا هنا. عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير.